الريفيو ده هيبقى عن الايربودز 2 والايربودز 3. هعمل لك فيديو لريفيو لابل او سامسونج او اي حاجه في الالكترونيات. انا مش بدخلك في تكنيكال، انا بقول لك هل انت المفروض يعني تروح تجيب حاجه جديده ولا لا. انا بقول لك ايه الامكانيات اللي اتغيرت، ايه الحاجات اللي زادت، وانت وراحتك. لو دي حاجه هتسبب لك ان انت تعمل امبروفمنت للدي بتاعك ان انت تستعملها، اب تو يو. برضو نفس القصه، مفيش اي حاجه غير ورق وهتلاقي السماعات، وهتلاقي جاي معاها دلوقتي 4 مقاسات. في مقاس المقاس اللي هو الجديد اللي هو الصغير خالص دوت. يعني دلوقتي هي جاي معاها 4 مقاسات. انا ماسك الاثنين ممكن ما اقدرش افرق بينهم. في الظهر البقن اللي كان هنا اتشال، ده كان بقن هنا. دلوقتي اللي كان هنا ده عشان البيرنج، لو انت عايز تكونكت مع تي في او جيمنج ستيشن او حاجه. دلوقتي هم غيروا الموضوع دوت، هم شالوا البقن اللي هنا، وبقى الموضوع ان انت لما تعمل بيرنج سيمبلي كده بتفتح هنا، بتعمل دبل كليك فبيعمل وايد صوت. حتى بيقول لك انا كده في البيرنج مود، تقدر تعمل كونكشن مع اي ديفايس تاني. دي الجديده، دي القديمه. زي ما انت شايف الشيب اتغير شويه، حاجتين اتغيروا. الشيب نفسه اتغير، دي بقت اضخم شويه وبقت اكتر تقريبا ستيبل في الودن، هو ده اللي قالوه. في السنسورز في 1 2، في الجديده 1 2 3. هنعرف التالت ده بتاع ايه، عشان التالت ده مهم جدا، وهو ده اللي ممكن يخليك تشتري السماعه ديت على فكره. لكن مفيش حاجه تانية جديده. خلينا احطها كده اجرب. فعلا الثبات بتاعها اكتر بكتير من القديمه. القديمه اخف ومش واخده الودن من جوه جامد، فده بيخليها فعلا تقع. ان النويز كانسليشن اتجدد، بقى فيه حاجات احسن، وقالوا ان الميكروفون بقى فيه بقى اقوى بكتير. فانا اللي هعمله دلوقتي ان انا هلغي الميكروفون دوت، استخدم الايربودز 2 القديمه في الايربودز الجديده، وانتوا قولوا لي ايه الفرق. دلوقتي بكلمكم القديمه، زي ما انت سامع الصوت. انا مش عارف بالظبط الصوت عامل ازاي، هجرب طبعا بعد ما اسجل الفيديو. دلوقتي انا بكلمكم من السماعه الجديده، وهي طبعا فيت جدا. زي ما انتم شايفين الايكون الصغيره ديت بتقول ان انت بتقيس الهارد ريت بتاعك وبتقيس كل حاجه عن طريق السماعه. تعال بقى اقول لك الريفيو بتاعنا بقى عن الاثنين، عن الجديده والقديمه. انا اتكلمت في الميكروفون وسمعت نفسي مرتين، لقيت ان مفيش فرق خالص، وانتوا نفسكم هتشوفوا الموضوع ده. تاني حاجه الشحن قل، يعني انت لما تشحن ديت غير التو خالص. الجديده اقل بكتير، طول ما في امكانيات بتزيد كل ما الشحن بيقل. ايه الفروق اللي حصلت جذريه؟ هو بس موضوع الهارد ريت، ان انت بدل ما تلبس الساعه تلبس ديت، وهتجيب لك كل حاجه عن الفتنس اب عن طريق السماعه ديت، لكن مش عن طريق الساعه. فانت لو بتحب الورك اوت وبتحب الساعات الكلاسيك، دي ذا بيست تشويس فور يو ان انت تعمل ورك اوت بيها. لكن لو انت فاين مع الساعات وفاين مع الورك اوت في الساعات، او ما بتعملش ورك اوت اصلا، دي مالهاش لازمه بالنسبه لك.